احنا في محطة التوفيقية دلوقتي اللي في اتجاه جامعة القاهرة بعد الكتكات في المترو الأخضر. بيتفرع فرعين، محور رود الفرج وجامعة القاهرة. احنا دلوقتي في محطة التوفيقية اللي بعد الكتكات اتجاه جامعة القاهرة. احنا دلوقتي في مترو الأنفاق محطة التوفيقية، والمحطة دي بعد الكتكات اتجاه جامعة القاهرة. يجي المترو الأخضر عند الكتكات، في فرع بيروح محور رود الفرج وفرع بيروح جامعة القاهرة. احنا في المحطة اللي بعد الكتكات اتجاه جامعة القاهرة، اسمها التوفيقية اهي. محطة التوفيقية اهي. عاوزين نعرف بقى محطة التوفيقية دي لما نطلع فوق هتلاقي اني شارع واني منطقة. هنشوف مع بعض، هنطلع دلوقتي مع بعض اهو. احنا طالعين في محطة التوفيقية اهي اهو. ادي ايه المترو، طالعين بره يعني محطة التوفيقية. نطلع فوق بره هنشوف ايه الشارع اللي فيه المحطة. ادي شارع احمد عرابي المهندسين اللي هو واصل بين شارع السودان وميدان سفنكس اهو. هنشوف مع بعض اهو. ادي شارع احمد عرابي، وادي المحطة اهي، محطة التوفيقية في المترو الاخضر اتجاه جامعة القاهرة اهو. ده شارع احمد عرابي في المهندسين اهو. وده ادي المحطة اهي، دي المحطة التوفيقية اهي. وادي هنشوف مع بعض الشارع وادي تقاطع شارع الرشيد اهو. الرشيد ده شارع الرشيد. المترو بيتقاطع بين احمد عرابي وشارع الرشيد الناحية دي، بس الناحية التانية مفيش اهو. دي الاسانسير وده شارع الرشيد اهو. ادي شارع الرشيد تقاطع المترو مع احمد عرابي، مع احمد عرابي اهو. هنشوف اهو مع احمد عرابي اهو. ادي شارع احمد عرابي، ده اتجاه شارع السودان، والكوبري بيودينا على بشتيل وجامع فلفل اهو. وادي دي تبع توثيق السفارة الخارجية، تبع السفارة الخارجية اللي بيوثقوا فيها العقود اللي بره. وادي اتجاه السودان، وادي اتجاه ميدان سفنكس. ادي شارع احمد عرابي ومحطة التوفيقية. تطلع اهي هتلاقي نفسك في شارع احمد عرابي في المهندسين، عشان اول لما تطلع شارع التوفيقية تلاقي ايه نفسك اهو في الشارع ده اهو. ده شارع احمد عرابي بالمهندسين اهو. ادي الشارع اهو، واصل بين شارع السودان وشارع ميدان سفنكس اهو. ده كده على طول ميدان سفنكس، على طول تمشي كده ميدان سفنكس اهو. وادي شارع الرشيد اهو. وادي تقاطع المترو اهو. وادي الاسانسير. متشكرين على حسن استماعكم، ومتنسناش تدعمونا باللايك والشير. والى اللقاء في محطات تانية ان شاء الله. نعمل كل فيديو محطة تطلع فيه.